هذا الفيديو ديال اليوم جمعت لكم فيه جميع المعلومات على ولد الشينوية، القضية كاملة من الاول حتى الاخر. مؤخرا شفنا قنوات كبار اللي ولات كتهضر على رضا ولد الشينوية، ماشي حيت هو دار شي انجاز كبير، وانما دار اكبر جريمة والعقوبة ديالها كتكون صارمة وطويلة بزاف. الجريمة ديالو هي التجارة في البشر، وكيقولوا باللي كيبيع القصيرين والبنات والدراري وحتى البالغين. وهذا الشيء كامل بدا من مورا واحد الفيديو اللي انتشر ديال جوج دراري في الطوموبيل كيهضروا مع ولد الشينويه، وغادي نخليكم تسمعوا الاوديو. واش انت عرفت راسك شنو درتي ولا شنو؟ واش انت كل قلتي لينا ريحه انا ما ناخذ ما عندك شي درهم، شي درهم ما ناخذها من عندك. تزربتي عليا ما فهمتش والو. واش فهمتيني دابا راه كنهضر معاك اخوك الصغير كولدك كصاحبك. انت خويا الصغير. خويا الصغير كنت كتبتيني قدام هذوك الناس اللي كيسمعوا ورا كاع نطرا هاد الشيء كامل. كلا عادي دابا انا ما عجبتنيش هذيك اللقطه. يلاه جلسنا وغادي نعاودو نوضو فهميني. دابا انت حطي راسك في بلاصتك، لو كان شي واحد تعامل معاك راه عيبات اللي عندي ما دار والو تفوق الوجه. متعافق معاك متعافق معاك. واش وجهك واش 1500 درهم ولا انا وجه 1500 درهم؟ ولاش تقولها عود الحاله وادي ورا ماشي. عاود الحاله الله يهديك. نقول لك اللي كاين انا تنهضر معاك سبونطاني فهمتي. ما كاين الزواق وما كاينش. واش اللي سبونطاني تيقول 1500؟ غلط ساومي. دابا انت ما درتيش معايا يعني. هذا هو زاد. دابا انت ما سمعتيش مني واحد الكلمه وانت تريفيزي وانت فهمتي. واش دابا انت تمشي ب 1500 انا انت اه كل التصوير ديالك ماشي ما كاينش 1500. كما شفنا هذا الفيديو كيبين جوج ديال الدراري، واحد كيصور والاخر كيهضر في التليفون مع ولد الشينويه. في بدايه الموضوع كيبان بحال شي هضره عاديه، ولكن بان لينا بان الموضوع خطير بزاف اكثر ما يتصور اي واحد. الهضره كانت على تجاره مشبوهه، تجاره البشر اللي فيها النساء والاطفال وحتى البالغين. اللي كان كيهضر في التليفون ما كانش كيهضر بحال شي دري، مي كان كيتقمص دور بنت، وهذا الشيء اللي شد انتباه الناس. المكالمه كانت عامره باشارات واضحه على استغلال النساء في الدعاره، وهذا الشيء خلى الناس مصدومين وغاضبين، والفيديو بدا كيتبارطاجا بسرعه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. مع انتشار الفيديو الناس بداو كيتسولوا واش هذا الفيديو حقيقي ولا غير تمثيل، واش هاد الجرائم كيوقعوا فعلا ولا غير اشاعات. هنا دخلت الشرطه الالكترونيه بسرعه باش تحقق من صحه الفيديو، من بعد فحص جميع التفاصيل، الصوت، الهضره وحتى السياق، باش يعرفوا واش اللي كيتقال في الفيديو حقيقي ولا لا. من بعد التحقيقات الاوليه السلطات قدرت تعتقل ولد الشينويه، ولكن الغموض بقى محيط بالقضيه حيت ما واضحاش واش الاعتقال ديالو كان بسبب هذاك الفيديو المنتشر ولا بسبب قضايا اخرى اللي كتعلق بالتاريخ ديالو العامر بالشبهات. ومع ذلك بقاو كيبانوا شهادات صادمه من الناس كانوا شهود على افعال ولد الشينويه. ولد الشينويه ما كانش شخص عادي، كان كيدير شبكه خطيره ديال الاتجار بالبشر. المعلومات اللي بانت من بعد كشفت باللي كان كيجيب البنات من المغرب، البلدان بحال الامارات، فين كيجبروهم على ممارسات الدعاره، وشي بنات اعترفوا باللي ما مشوش بالرضا ديالهم، يعني خدعوهم بوعود كاذبه على خدمه شريفه باش يلقاو راسهم في كابوس ما عنده حتى شي مخرج. كان كيستعمل تطبيقات الكترونيه باش يعرض صور البنات ويروج لهم بحال شي سلعه. الزبائن كانوا كيختاروا البنات وهو كيبيع خدماتهم مقابل مبالغ ضخمه. الفلوس اللي كان كيجمع من هاد العمليات كان كيستعملها باش يشري الذهب وينقلوا بين الامارات والمغرب. وهذه هي الخدمه اللي كان كيدير مده سنوات طويله بلا ما يعيق به حتى شي واحد، حتى طاح في الغلط اللي فضحو. الموضوع ما كيوقفش هنا. ولد الشينويه ما كانش كيكتفي باستغلال البنات العاديات، مي كان كيحاول يتوسع باش يوصل للمشاهير. واحدة من الفنانات المعروفات بدون ذكر الاسم ديالها صرحات في واحد التصريح صادم باللي وصلتها منه رسائل حاول يتقرب ليها وعرض عليها تخدم مع رجال أغنياء مقابل مبالغ مالية كبيرة.
واكدت باللي رفضت هذه العروض بشكل قاطع وقطعت التواصل معه فورا. هذه القضيه دارت ضجه كبيره وبداو المنظمات الحقوقيه المحامين كيتحركوا باش يتابعوا القضيه عن قرب. داروا معه تحقيقات باش يعرفوا جميع التفاصيل، والمثير في الامر هو ان ولد شينويه خلال التحقيق كان كيتصرف بطريقه غريبه. هو في العوض اللي دافع على راسو وهو مهدن بدا كيغوت وكيحيد في حوايجو، وهذا الشيء زاد الشكوك حول تورطه في هذه الجرائم. مع استمرار التحقيقات بداو كيبانوا حقائق جديده. الفيديو اللي انتشر ما كان غير بدايه خيط وصلهم باش يكتشفوا الشبكه كامله اللي متورطه في هذا الاتجار بالبشر. هذه الشبكه ما كانش كتستهدف غير البنات، كانت كتوصل حتى الاطفال والناس الكبار، وكل ما كان عنده علاقه بهذه الجرائم ولا تحت مجهر السلطات. القضيه ما اقتصرتش على ولد الشينويه بوحده، مي فتحت الباب للنقاش على المحتوى اللي كينتشر على السوشيال ميديا. بزاف ديال الناس ولاو كيستهلكوا محتوى تافه بلا ما يفكروا في التاثير ديالو على المجتمع. هذه القضيه كانت بحال شي جرس انذار للجميع بضروره التوقف عن دعم المحتوى اللي ما كيعطيه حتى شي قيمه، والتركيز على القضايا اللي كتستحق الاهتمام. في النهايه التحقيقات مازالت جاريه وكل شيء كينتظر الحقيقه الكامله. الا كانت هذه الجرائم صحيحه فالعداله غادي تاخذ المجرى ديالها، وكل شيء اللي تورط في هذه الافعال غادي يتحاسب. هذه القصه ماشي غير قصه شخص، ولكن هي تحذير لنا كاملين باش نكونوا اكثر وعي بهذا الشيء اللي كيدور حدانا في مواقع التواصل الاجتماعي. بقاو على اطلاع دائم وغادي نعاود نرجع لكم باي جديد في هذه القضيه ملي تظهر شي معلومات جديده. ما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو وتنشروا الوعي، والسلام عليكم والى اللقاء في قضيه قادمه ان شاء الله.